لما كنت في ثانوية عامة قلت لنفسي في 3 مواد لازم يتقفلوا: فرنساوي، جيولوجيا، انجليزي. وما كنتش حاطط في الكيمياء دي في الحسبان خالص ان اقفلها. والجيولوجيا اللي كنت حاططها في الحسبان نقصت فيها درجتين. والانجليزي اللي كنت حاطط في الحسبان ان اقفله نقصت فيه درجة. وده ليه؟ ده يأكد لك حاجة: ان مهما حسبتها، حسابات الامتحان بتبقى مختلفة تماما. فممكن مادة تحطها في الحسبان انك تقفلها وفي الاخر ما تقفلهاش. بس لازم تحط اقصى طموح ليها عشان في الاخر ما تلبسش فيها جنب. مادة زي الفرنساوي دي مادة تقفيل. اعتقد 99% منكم يقدر يقفل فرنساوي. وهقول لك دلوقتي ايه التكات اللي تخليك تقفل الفرنساوي. وامتحان الفرنساوي عمره ما جه صعب. ادي حاجة. الجيولوجيا مادة تقفيل، والامتحان بتاع دفعة. هتقول لي امتحانكو جه صعب. لا، هو ما جاش صعب، هو كان في فكرتين رخمين. فكرة منهم من بره الكتاب ومن بره المنهج. بس نروح بعد كده لنقطة تانية: إن دفعة 2021 كان أسهل امتحان، وكان امتحان كله عناب. فزي ما ده في ده. ووزير التربية والتعليم قال لك مفيش سؤال هيجي من بره المنهج أو سؤال هيكون عليه جدل. كل الأسئلة الكل هيتفق عليها والكل هيعرف يحلها. طب تمام. نروح بعد كده للإنجليزي. الإنجليزي ممكن يتقفل، طبعا ممكن يتقفل. والإنجليزي بقى أكتر مادة ممكن تتقفل بعد الفرنساوي، لأن بيجي تافه موت. الإنجليزي ما عادش ليه الهيبة بتاعت زمان دي. انتوا عاطينه أكبر من حجمه. والله العظيم عاطينه أكبر من حجمه. عارف انت لو قلت، قول ورايا كده: هقفل إنجليزي، هقفل إنجليزي، هقفل إنجليزي. صدقني هتقفله. انت عاطي لمخك اشاره ان الحاجه صعبه. صدق وتؤمن بالله. قول امنت بالله. والله العظيم انتوا اللي مصعبين الدنيا على نفسكم. لما بتقول الماده دي صعبه، انت كده بتدي لمخك اشاره ان الماده دي صعبه وعمرك ما هتفهمها. انا يأست من الفيزياء، والفيزياء دي ما بتتفهمش، وانا مهما ذاكرتها مش هفهم. عارف لما بتيجي تذاكرها بعد كده خلص انجز، مش هفهمك برضه. تيجي تحل مش عارف تحل. ليه؟ لانك قرفان وانت بتذاكرها. حاطط لمخك إشارة إن مهما اتذاكرت، مهما تسمع لها شرح، مش هتتفهم. في ناس فهموه، وفي ناس بيقفلوه، وفي زمايلك فاهمينها، وفي زمايلك بيحلوا عليها صح، وفي ناس بتقفل شوامل في الدروس. الناس دي مش أحسن منك. الناس دي مش عندها مخ وأنت ما عندك. طالما فهموها يبقى أنت تقدر تفهم. تمام. نروح بعد كده لنقطة إزاي بقى تقفله. بص يا عم ركز معايا. هتقول لي معنى كلامك كده ان ال4 مواد التانيين مش هيتقفلوا؟ بص، هجيبهم لك بالترتيب. فيزياء ممكن تتقفل بنسبة 70%. كيمياء ممكن تتقفل بنسبة 80%. أحياء ممكن تتقفل بنسبة 55%. عربي ممكن يتقفل بنسبة 45%. دي الاحتمالية من وجهة نظري. العربي يعني أعتقد بنسبة 99% صعب يتقفل. يعني صعب. ممكن تنقص درجة ماشي، في ناس بتنقص درجة عادي، إنما تقفيل ما أعتقدش. كيمياء في ناس كتير قفلت، منهم أنا عادي. تقفل وبيتقفل وهيتقفل. في ناس كتير بتقفل، حتى الدفعة اللي قبلنا في ناس كتير قفلت. أحياء هي بس الأسئلة بتاعته جدلية. لو الأسئلة ما بتجيش جدلية وبتيجي الأسئلة زي باقي الامتحان مباشرة، اديني الفكرة ماشي. اديني الفكرة بس تكون فكرة من الكتاب، فكرة من المنهج، وانا هشغل دماغي واحلها. انما ما تجيبليش فكرة المدرسين يختلفوا عليها وتقول لي حل. انا مش اينشتاين حضرتك. نروح بعد كده للعربي. العربي عشان القراءة والنصوص المتحررة، ده كده كده هتلاقي جدل، هتلاقي جدل، وهتلاقي اختلافات بالجملة. فدي ما اعتقدش حد يقفل فيها، فاديت نسبة ضعيفة. فيزياء في ناس كتير ممكن تقفل عادي جدا، وفي دفعتنا في ناس قفلت. معايا ناس في كفر الشيخ مقفلة فيزياء عادي جدا. فممكن، كل حاجة ممكن.
انك تجيب 99 دي ممكنة، وتجيب 99.5 كمان، انما تجيب 100% في النظام الجديد دي برضه انا كنت ناوي اعمل لها فيديو. بصوا يا جماعة، مادة زي الفرنساوي لما هتيجي تذاكرها، قلت قبل كده بدل المرة مليون، بدل المرة مليون، تيجي تذاكر فرنساوي اركن قواعد ماشي، عايز تراكم يا عم فيه وتذاكروا العيال الامتحان قواعده دي اللي تتركن، انما حفظ كلمات اوعى 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 اوعى، يبان بسكوتاية بس هيعورك. ليه بقى؟ الفرنساوي كلماته عايزة تتذاكر على المدى البعيد، قلت بدل المرة مليون، قلت بدل المرة مليون، فرنساوي كلماته تتذاكر على المدى البعيد، مش غنوة هي، مش والله العظيم ما أغنية. فرنساوي يعني إيه هتذاكر على المدى البعيد؟ أنا هقعد أحفظ لك شوية، بكرة شوية، بعده شوية، هم 4 وحدات مش 100 وحدة، لحد ما يخلصوا، لحد ما كلماتهم تخلص. ماشي، انت لو خدت لك في اليوم مثلا 30 كلمة، خلال شهر ممكن تخلصه، وخد معاهم القواعد دي ممكن تخلص في يوم عادي جدا، وحل بس. وكمان يعني بنص حل، ما تبذلش مجهود كتير في الحل، حل لك 10 امتحانات شاملة، هتلاقيها مجمعة كل الأفكار، هي أصلا ما فيهاش أفكار. خلاص انت حافظ كلمات الفرنساوي، بيبقى مش هتخرج، ما بيجيش في لعب خالص، ولا هيجي في لعب. الامتحان اهو، الكلمات اللي انت حافظها تترجم في ثانية، قطعة يلا هي في ثانية، خلاص ترجم، يلا من كلمات المن، الجرامير من بتاع المن، خلاص هتحل في ثانية، بس ما فيهوش حاجة يعني. فده كل اللغز فيه والتركية في انك تذاكر كلماته على فترات زمنية متباعدة، عشان لو اديته اسبوع بعد كده انك تحفظ في كل كلماته ممكن ما تلحقش تخلص. اللهم بلغت اللهم فشل. طب الجيولوجيا، الجيولوجيا مادة عايزة حفظ صم، بس بكتيب المفاهيم ممكن ما يبقاش عايز حفظ صم. ازاي؟ كتيب المفاهيم السر بتاعها في الجيولوجيا بالذات تقدر تطلع منه الامتحان كله. الناس اللي شايلة هم السلم الجيولوجي لا تقلق يا صديقي، فالسلم الجيولوجي كله معاك في الامتحان، تقدر تستفيد منه. لازم انت بقى تشغل دماغك بقى، لازم نشغل دماغنا مع بعض كده عشان نجيب مجاميع عالية. عايز الجيولوجيا بدل ما تحفظ فيها الحفظ الصم، احفظ الحاجات اللي حفظها سهل. حاجة اتعثرت معاك، الدنيا باظت معاك، زي ما قلت لك في الفيديو بتاع نصائح شهر 4، اطبع الكتيب. طبعت الكتيب، بعد ما طبعت الكتيب يا زميلي خلاص، اعرف بقى الأماكن اللي انت مش عارف تحفظها وخدها معاك في الامتحان. الكتيب هتلاقيه مطبوع زي الفل، طلع منها الحاجات، والمنهج بتاع الجيولوجيا كامل، ما عندكش حاجة مش شايلين منه حاجة. أنا مش عارف أحفظ السلم الجيولوجي، هطلعه من الكتيب. انما ما تجيش تقول لي هطلع الامتحان كله من الكتيب، اوعى هتودينا في داهيه وتقع تقول النور اللي خلاني انا ما قلتلكش ما تحفظش كله، انا قلت لك الحاجات اللي صعبه عليك. الحاجات دلوقتي انا معايا مثلا 3 دروس مش عارف احفظهم، خلاص هطلعهم من الكتيب، الحته دي والحته دي والحته دي والحته دي هتطلعهم من الكتيب، هتلاقيهم في الكتيب بالنص كانه كتاب المدرسه. هيجي لك السؤال، بس تكون فاهم الشرح، فاهم شرح الجيولوجيا، بس ناقصك الحفظ فيه، فهتحل في ثانية. فالجيولوجيا سرها انك تحفظ خلاص. عايز بقى الملخص والمفيد، اسمع جيو ماجد امام. سمعت جيو ماجد امام هيعمل لك المراجعة، تحفظ معاه، اصلا هو بيقعد يقول لك قول ورايا كذا وكذا وكذا، بتطلع معاه اصلا حافظ الحصة، فالدنيا ما بتبقاش ايه تقيلة معاه. طب نروح لي بعد كده بايه؟ الانجليزي. تعالى، الانجليزي عامل عقدة للناس كلها، كأنه الانجليزي ده مالوش حل يعني. يتذاكر على فترات زمنية متباعدة، ده الانجليزي ولا الفرنساوي؟ الاتنين. كلماته، كلماته لازم تتذاكر على فترات زمنية متباعدة، انت مش هتحفظ لي 12 كلمات، 12 كلمات 12 وحدة في يومين ولا حاجة، الا لو مذاكرها في اول السنة، ما تضحكش عليا. انما لو ما ذاكرتهاش مثلا فلنفترض دلوقتي انك مراكم كلمات ال 12 وحدة، كل يوم خد لك شوية، نص واحد، ربع واحد، خد لك كلمات ربع واحدة كل يوم، خلال شهر هتلاقيهم خلص.
تلاقي الدنيا حلوت معاك شهر ونص وخلاص انت مش فارق معاك. المهم ايه؟ الجرامر انت تكون حافظه صم. حافظه، هو الجرامر بيتحفظ ويتفهم الاتنين. قواعد بقى، كل القواعد كده تكون جايبها محفورة في دماغك، لأن الكتيب في الإنجليزي مش هتستفيد منه بحاجة. فلازم كل المعلومات بتاعت الجرامر تكون محشورة في دماغك. كل كلمات الجرامر بقت في دماغك، تمام. كل حاجة عن الجرامر بقت في دماغك. أي قاعدة في الجرامر بقت في دماغك. إيه المفروض أعمله بعد كده؟ تحفظ الكلمات. حفظت الكلمات كده أنت تقريبا عملت 3/4 الموضوع في الإنجليزي. طب ناقصني إيه؟ حل الكتير. لازم تحل القطع. هما بيبقوا قطعتين في الامتحان، تحل عليها مثلا من كتاب المعاصر، ولو معاك كتاب تاني حل منه. حل عليها كتير، لأن دي لو في حاجة في الامتحان هتوقعك فهي دي اللي هتوقعك. اسمع مني، اسمع مني. لو في حاجة في الامتحان هتوقعك فهي قطعة من الاتنين. ليه بقى؟ عشان عايزة الصبر، واحنا شعب ما شاء الله ما عندناش بنص جنيه صبر. لازما في الانجليزي في القطعتين الصبر. تقرأها مرة واتنين وتلاتة واربعة. ما تسيبليش بقى القطعتين وتقعد تقول لي اصل في كلمة مش حافظها في البتاع دي، اصل كلمة جت من بره المنهج. ما تخمن يا حبيبي، ما انت معاك جملة كاملة. هو مفيش حاجة اسمها تخمين خالص. مفيش خالص. الولد يلعب مثلا نقط في النادي، اكيد بالكرة يعني، دي مثال. اكيد بيلعب بالكرة في النادي، هيروح في النادي يلعب بايه يعني؟ فجملة جت مش عارف تترجم كلمتها، خمنها. انما الكلمات بتاعت القطعتين بيبقوا من المنهج، والله العظيم بيبقوا من المنهج والنص. بس بقى بيجيب لك كلمتين تلاتة أربعة بيتفزلك عليك بهم في البتاع، فمش هتقعد بقى تجيب لك قواميس الدنيا كلها وتقعد تحفظ فيها عشان الأربع كلمات دول. خمنها. وبيجي يسألك في السؤال أنت بتعرف تترجمه عنه. الأسئلة اللي على القطع هيجي عايز السؤال فين، غالبا هيجيبها لك من الحتة بتاعت التخمين دي. من خلال راس السؤال أنت تعرف إيه الإجابة. إنما عمرك ما هتعرف، ممكن يوقعك ويبقى جايب لك حتة فوق شبه حتة تحت عشان يوقعك بيه. عشان كده قلت لك الصبر وانت بتقرأ القطع. لازم مرة اتنين تلاتة أربعة ادي كل قطعة. أنا والله العظيم أنا ناسي امتحان الإنجليزي كان كام ساعة. تقريبا 3 ساعات على ما أفتكر، أو ساعتين ونص. ادي كل قطعة نص ساعة. كل قطعة اديها نص ساعة. ليه؟ هموت جواها، أموت جواها. خليك كده معاها تاتا تاتا. خدها واحدة واحدة. اقرأ كل كلمة، ترجم كل كلمة. لما تقرأها مرة مش زي لما تقرأها مرتين، مش زي لما تقرأها 3. كل ما تقرأها أكتر كل ما تفهمها أكتر، كل ما تترجمها صح أكتر. ماشي؟ تمام. لسه لي إيه؟ الإساي. ناس كتير ما بتعرفش تكتب إساي. يا جماعة بص، الناس اللي عايزة حل الإساي دي هما كلمتين ورد غطا. إساي يعني واحد بيعرف يكون جملة وواحد حافظ كلمات. شكرا على كده. إيه اللي أنت قلته؟ مش فاهم. عندك أفكار. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا بتعمل موضوع عن السياح بقى بيجوا لمصر عشان الحاجات الجميلة اللي في مصر والأهرامات، وبيجوا يزورونا. والله العظيم لولا الأجانب دول ما كانش فيه دخل قومي، وبيجيبوا لنا الدخل، بيزودوا الدخل القومي لمصر ومش عارف إيه. ده أفكار. حافظ كلمات هتترجمها، بتعرف تكون جملة هتكتبها، خلص الإسي. بس انتوا معقدين الدنيا خالص. هنرجع لحتة إيه؟ حفظ الكلمات. تقريبا الامتحان كله معتمد على حفظك للكلمات بتاعت اول السنه. فانت حافظ الكلمات خلاص، الدنيا راقت معاك. الجرامر ما بيجيش صعب، بيبقوا 8 اسئله جرامر ومن بتاع المال، وبيبقى فيهم سؤالين من التراكمي، والتراكمي كله موجود في كتيب المفاهيم. بص عليه، هي قاعدة ايه وان وذا. وكتاب المعاصر اكيد اتعلم الدرس انه ما كانش حاطط لنا التراكمي في كتب السنة اللي فاتت، ومليون في المية حاططها في كتب السنة دي بتاعتكم. يعني السنة اللي فاتت عندنا ما كانش حاطط لا ايه ولا ان ولا ذا ولا الكلام ده، الوقت هتلاقيه محطوط مليون في المية ورانا على الموضوع ده. بس هو ده الانجليزي، هو ده الفرنساوي، هو ده الجيولوجيا. فالمادتين دول
حاول ما تنقصش فيه. الثلاث مواد دول حاول ما تنقصش فيه. فرنساوي لو نقصت فيه درجة يبقى انت تستاهل ضرب الشبشب. هو كده. مع انه ارخم مادة وانا ما كنتش بطيقها. هي مادة ما تطاقش، مادة كثيفة، بس انك تنقص فيها عيب. ليه؟ اصل معلش في الكلمة ما تزعلش مني، لما انت تنقص درجة ولا درجتين في الفرنساوي هتنقص كام في الفيزياء؟ فكر فيها كده، اقعد قول لنفسك انا لو نقصت درجة ولا درجتين في الفرنساوي هنقص كام في الفيزياء؟ 7 8 وش. فليه؟ مادة احفظ كلماتها واحفظ الجرامر بتاعها وافهمها، خلاص اتقفلت. 40 درجة في جيبك. 40 درجة دول بكام؟ 40 على 4 في 10 10%. 10% في جيبك، فليه ما اضمنهمش او يزودوني في الموضوع؟ اهو حتى لو نقصت درجة في الفيزياء الفرنساوي شال، لازم تحسبها كده. الانجليزي يتقفل، ممكن تقفله. نقصت في درجة عادي، نقصت في درجتين ماشي، ما تزودش عن كده. الجيولوجيا درجة اخر، فانا نقصت انا فيهم كام؟ مجموعة 3 مواد 3 درجات، نقصت درجتين جيولوجيا، كأن نقصت في الفرنساوي درجة، انجليزي درجة، جيولوجيا درجة بس، ف3 درجات. قمت جاي مقفل كيمياء ودرجتين فيزياء، يعني 1% فوقهم درجة، فخلاص في الموضوع يلا المسحراتية فخلاص بقى عشان ما اطولش عليكم. فخلاص، فالثلاث مواد دول حاول تضمن اقصى جهدك في الدرجات فيهم، عشان تصدقني لو ضمنت الثلاث مواد دول وعملت اخرك فيهم وقفلتهم هيشيلوك جامد قوي في فيزياء وكيمياء واحياء وعربي. اللهم بلغت، اللهم فشل. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.